السلام عليكم. اللي فاتوا واللي ما شافش الاخوه الكرام مباراه المنتخب الكاميرون مع ساحل العاج كوت ديفوار ما شاف والو. اللي فاتوا الاخوه الكرام مباراه المنتخب الكاميروني ضد الكوت ديفوار راه فاتوا كاس افريقيا كامل حقيقه، لانه للتو الاخوه الكرام انتهت مباراه عالميه الجميع استمتع. مباراه الاخوه الكرام اللي حتى اللحظه انا كنشوفها احسن مباراة تلعبت في كأس افريقيا 2025. ريتم عالي لا من الكاميرون ولا من الكوت ديفوار. طريقة لعب الاخوة الكرام انجليزية انا شفت في ملعب مراكش. مباراة اليوم الاخوة الكرام هي احسن مباراة لحد اللحظة تلعبت في كأس افريقيا، والكورة اللي تلعبت والطريقة اللي تلعبت بها كورة الاخوة الكرام في ملعب مراكش طريقة إنجليزية. علاش؟ لأنه أغلب لاعبي منتخب الكاميرون وكذلك الكوت ديفوار إما كيلعبوا في الدوري الإنجليزي أو سبق لعبوا في الدوري الإنجليزي. زائد الإخوة الكرام تنظيم هذا اللقاء في ملعب مراكش الإخوة الكرام أوروبي، حضور جماهيري كبير، شخصيات ونجوم حضروا الإخوة الكرام في اللقاء وكانوا في المدرجات. كانوا لاعبي البارسا، كانوا لاعبي ريال مدريد، كانوا لاعبي قدامى، ظهروا الإخوة الكرام شخصيات ورموز كروية داخل هذا الملعب. وصراحة الإخوة الكرام هادشي كيشرفنا. عدد كبير من المغاربة كيعتقدوا على انه ملعب مولاي الحسن وملعب المدينه وحتى ملعب مولاي عبد الله وملعب محمد خامس احسن من ملعب مراكش. انا عكس هذا تماما صراحه. انا كنشوف ملعب مراكش اخوه الكرام احسن من كبير من الملاعب في المغرب. نقدر نقول لكم ملعب مولاي عبد الله من عالم اخر صراحه. ملعب مولاي عبد الله الطوب ما كاينش بحاله في افريقيا وربما من احسن الملاعب في العالم. لكن ملعب مراكش اخوه الكرام انا شخصيا كنشوفه احسن من ملعب مولاي الحسن، واحسن من ملعب البريد او ملعب المدينه اللي كاين في الرباط، واحسن من كل الملاعب اللي كاين في المغرب. ثاني احسن ملعب في المغرب حسب وجهه نظري، كل وجهه نظره، هو ملعب مراكش في واحد الطريقه انجليزيه. وهذا الشيء اليوم بان الاخوه الكرام في هذا اللقاء، في هذا الماتش اللي تلعب اليوم بين الكاميرون والكوت ديفوار. بان الاخوه الكرام حقيقه الملعب ملعب انجليزي الاخوه الكرام كاين في مدينه مراكش، بحضور جماهيري، بالشخصيات اللي حضرات، بالرموز اللي حضروا، بالنقل التلفزي، بالكوره، بالماتش. الاخوه الكرام لاعبي الكوت ديفوار لاعبي الكاميرون كلاو العشب كلاوه. ارانا الاخوه الكرام حنا شفنا الماتش وشفنا طريقه اللعب واستمتعنا حقيقه، وكنقولوا على انه احسن ماتش لحد اللحظه في كاس افريقيا. اش غنديروا معاهم حنا الاخوه الكرام؟ بالله عليكم المنتخب المغربي قد يضيم اذا صح التعبير بهذه الطريقه بهذه اللهجه مع هذا الريتم ديال الكاميرون والكوت ديفوار. الاخوه الكرام الكاميرون وديال الكوت ديفوار اذا لعبت معنا بهذا الريتم في ملعب مولاي عبد الله انا كنشوف الاخوه الكرام غنخسروا. اذا لعبنا معاهم بالطريقه اللي لعبنا مع مالي، احنا الاخوه الكرام ما نصغروش راسنا، ما نحقروش راسنا. المنتخب المغربي راه متسيد الاخوه الكرام من المنتخبات الافريقيه كامله، هو احسن منتخب في التصنيف الاخوه الكرام الفيفا. لكن الماتش الاخير او المباراه الاخيره اللي لعبنا مع مالي عندنا شاكين في روسنا. هذه الحقيقه. كانت عندنا الاخوه الكرام واحد الثقه في لاعبينا، واحد الثقه في المنتخب ديالنا، واحد الثقه في نفوسنا. لكن بعد مباراه او اثناء مباراه المنتخب المغربي ضد مالي تهزت وتحركت وتزعزعت الثقه. وانا شخصيا وتفرجت في القهوه، انا تفرجت في اللقاء اليوم المنتخب الكاميرون مع الكوت ديفوار في القهوه، وكسمع ارتسامات الحضور، يعني المغاربه اللي حاضرين في القهوه كيشهدوا كيقولوا على انه المنتخب المغربي بالطريقه اللي لعبنا مع مالي ما نضيموش وما نزطوش بهذه المصطلحات ديال الداخل لا مع منتخب الكاميرون ولا مع منتخب الكوت ديفوار. صراحه لازمكم ترجعوا وتشوفوا لقاء الاخوه الكرام. هذا الماتش، هذه المباراه ديال المنتخب الكاميرون ومنتخب الكوت ديفوار، راه كان واحد الريتم عالي. كانت مباراه ديال الدوري الانجليزي الاخوه الكرام في مراكش،
كانوا فنيات، كان تسديد، كان احنا كان ملي نقولوا بهذا الوصف على انه اللاعبين كلاو العشب، كلاو الربيع، كلاوه. هذا تعبير في محله الاخوه الكرام. كان واحد الريتم مجهد طالع بزاف الاخوه الكرام على الريتم اللي لعب به المنتخب المغربي مع منتخب مالي. وانا كنشوف المنتخب المغربي وليد الركراكي على وجه الخصوص الى ما رجعش الاوراق ديالو بسرعه راه غيتقسم من الدور الثاني الله يحفظ. ومن سابع المستحيل الاخوه الكرام الا بقينا لاعبين بديك الطريقه اللي لعبنا مع مالي غنجيبوا هذا الكاس. وحنا بغينا الكاس الاخوه الكرام، الكاس بغيناه في امس الحاجه ليه. فعلا المنتخب المغربي حقق عدد كبير من الامور، نصف نهائي كاس العالم، كاس العالم للشباب، حاضرين السنوات الاخيره كاينين كقوه كرويه عالميه، لا من ناحيه الانديه ولا من المنتخبات المغربيه. لكن كينقصنا فعلا هاد كاس افريقيا. عندنا واحد الاخوان مستوى 70، الجيل ديالنا عمرنا فرحنا، عمرنا شفنا شي كاس. مره واحده وصلنا النهائي في تونس، واغلب الفترات من عقد الحياتي كنخرجوا من الدور الاول ولا من الدور الثاني. عندنا مشكل في افريقيا صراحه. انا نشهد الاخوه الكرام ونقول لكم بصفتي مغربي وحب المغرب وحب الكره المغربيه، المنتخب المغربي يلعب لقاء ماتش في كاس العالم مع فرنسا نقدر نربحوا فرنسا صراحه. نطامع معنا نقدر نربح فرنسا، نقدر نربح المانيا، نقدر نربحوا البرازيل، ونقدر نربحوا الارجنتين، ونقدر نمرمدوا البرتغال ونمرمدوا هولندا. انا كنشوف المنتخب المغربي اللي لعب مع بلجيكا كتبان لي بلجيكا ضعيفه. ياك بلجيكا عندها لاعبين في الدوري الانجليزي والفرنسي، عندهم دوري، عندهم بطوله. انا بلجيكا وهولندا كنحقرهم عقليتي، وفعلا ما كنلعبوا معاهم كنربحوهم. البرتغال اللي عندها رونالدو عندها تاريخ، البرتغال اللي ربحوهم حقرهم. انا شخصيا العقل ديالي والفكر ديالي وكنشوف على انه هاد المنتخبات حقرهم. ولكن نخاف اللي لعبنا مع زامبيا وموزمبيق نقدو نخسروا، ومع بوتسوانا ومع الدول الافريقيه اللي ما عمرها تسمعت في الكره نقدو نخسروا معاها. مشكله انا ما لقيتش لها الحل، ما لقيتش لها التفسير. المغربي يقد يربح المانيا، يقد يربح فرنسا، يربح البرتغال، يربح هولندا، وما عنديش الثقه انا شخصيا الا لعبنا مع زامبيا وموزمبيق وبوتسوانا والدول الافريقيه اللي حتى ما مسموعش. راه ما ذكرتش لكم كوت ديفوار والكاميرون. مشكله هذا خصو تحليل منطقي. علاش المغربي يقد يلعب ويربح منتخبات عالميه كبيره اوروبيه ونقدو نهزمو ونخسرو في بلادنا مع ابسط المنتخبات الافريقيه؟ وعلاش الاخوه الكرام كنا في الطوب في كاس العالم 2022 لكن داخل بلادنا وداخل جمهورنا ضد منتخب مالي بان المنتخب المغربي مهزوز؟ وفي الحقيقه المنتخب المغربي في مبارته ضد مالي رجع لينا الشك في نفوسنا، وظهر فعلا الاخوه الكرام المنتخب المغربي ما عندوش واحد الطريقه يلعب بها. كما لو انه دوك اللعابه يلاه تجمعوا وما عارفينش واش جا من هنا واش جا من هنا. بان الاخوه الكرام عندنا مشكل في مباراه المنتخب المغربي ضد منتخب مالي. عموما الاخوه الكرام الماتش اللي شفنا اليوم بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب الكاميرون روعه، لقاء عالمي، تنظيم عالمي، الملعب مراكش عالمي، الجماهير عالمي، الحضور كبير. احسن دوره لحد اللحظه في كاس افريقيا اللي تنظف المغرب جماهيريا، عكس الشكوك والتدسيس والفبركه اللي كيعد الاعلام الجزائري. احسن دوره من ناحيه التنظيم ومن ناحيه الجماهير الحضور رغم سوء الاحوال الجويه هي الدوره اللي منظمه عندنا حنا اليوم في المغرب من حيث الملاعب والتنظيم. انا اليوم كنت الاخوه الكرام اقسم بالله مشيت باغي نتفرج في الجزائر وبوركينا فاسو وباغي نشجع بوركينا فاسو وما عنديش تذكيره وديت معايا فلوس. قلت يا رب نلقى التذكيره ونشريها وندخل نتفرج ونشجع بوركينا فاسو. اقسم بالله العلي العظيم الا بقيت كنحوم بالملعب ساعتين قبل انطلاقه الملعب وحتى قرب ينتهي المباراه وما قديتش نتحصل على التذكيره ولا ندخل. ملي وصل الشوط الثاني كنقول في راسي راه غيخليونا ندخلوا. مره كنمشي عند شي بوليسي ولا شي واحد من القوات المساعده تيخلينا ندخلوا، تيقول لي نو ما كاينش هذا الشيء، يعني بلا ما تحلم الا ما عندكش التذكيره ما تدخلش. والله لا دخلتي
اقسم بالله الا بقيت في داك البرد وفي ديك الشتا ماشي غير وحدي، راه على الاقل غتكون واحد 3000 ولا 4000 ولا حتى 5000 مينيمو اللي كانت خارج ملعب، منهم جزائريين منهم بوركينابيين ومغاربه بلا تذكيره، وما كنتوش يحصلوا عليهم وما دخلوش يتفرجوا. وبالتالي هذا الجماهير اللي كتشوفوا حضر في مراكش وحضر في اكادير، شفتوا ملعب اكادير كيدير الجماهير مع مصر كلهم شارين تذكيره وداخلين شارين تذكيره. وحنا الاخوه الكرام انا كنتاسف ما قديش تحصل عليها، انا ما قديتش تحصل عليها. تحصلوا عليها المغاربه هذه عادي، انا قابلوا، ما قديت تحصل عليها. دخلت السيت كنتظر ما صبرتش، ما قديت تحصل عليها للاسف. حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم.